النتائج السلبية اهتدى أخيرا أهل البرج إلى طريق الانتصارات وانتزع 3 نقاط ثمينة على حساب مولودية وهران بقيادة مدربه الجديد حسين زكري. أول فرصة في المباراة كانت لمولودية وهران بعد خطأ في دفاع الأهلي. عواج يسدد بقوة وفراجي يوظف كامل قدراته لصد الكرة وإنقاذ مرماه. أهل البرج حاول الرد ومحاولة بن شرقي كادت تباغت الحارس فلاح. الهدف الوحيد في المباراة وقعه بالخيط برأسية غلط حارس المولودية في الدقيقة 20. هدف حرر عناصر البرج نفسيا، وبالخير كاد يفعلها ثانية لما نفذ كرة ثابتة مرت بجانب القائم. الحارس فراجي أكد مرة أخرى على أنه من العمالقة وتألق من جديد في صد كرة قوية من عواج. ولكون المدرب حسين زكري من يتحصل بعد على الإجازة فضل توجيه اللاعبين من المنصة الشرفية. ضغط مولودية وهران تواصل وعواج لم يفلح في مباغتة فراجي الذي تصدى لكل الكرات القابلة للتهديف. لينتهي الشوط الأول بهدف ل0 لأهل البرج. في المرحلة الثانية فضل المدرب أحمد سليماني إقحام الغول مكان الحارس فلاح، وكانت أخطر الفرص من جانب الأهلي، ورأسية الهادي عادل كادت تأتي بالجديد، ثم كرة ثابتة من نفس اللاعب لم يكن محظوظا فيها أيضا. الدور هذه المرة لحارس المولودية للتألق وإبعاد كرة قوية من بن شرقي إلى الركنية، فيما لعب فراجي دورا كبيرا في الحفاظ على نظافة شباكه بفضل أدائه الرائع، ما رفع من معنويات رفقائه المحبطين من نتائج المباريات السابقة. آخر فرصة في المباراة كانت تسديد أودن القوية التي أبعدها الغول بعيدا عن مرماه، لتنتهي المباراة بفوز ثمين لأهل البرج أعاد بصيصا من الأمل بشأن ضمان البقاء.